تصريح خطير من مدرب ليبيريا يفاجئ به المغرب ويسخر من الجزائر ويفجر مفاجأة لوليد الركراكي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب للمملكة المغربية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد فوز منتخب المغرب على منتخب ليبيريا في الجولة الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، وصرح مانيكيتا مدرب ليبيريا بتصريحات خطيرة إلى صحيفة البيان الإماراتية وقال: أنا بعتذر للمغاربة بالتصريحات التي أدليت بها، وقلت أننا أقوى من المنتخب المغربي، فكرة القدم أصبحت في إفريقيا لا تعرف الكبير ولا الصغير، فالكل أصبح سواسية، وهذه التصريحات ليست بالصحيحة، فمنتخب المغرب رابع العالم والمصنف الأول إفريقيا، فعنده لاعبين من العيار الثقيل وعلى رأسهم أشرف حكيمي وحكيم زياش والحارس ياسين بونو والصاعد عبد الصمد الزلزولي. ووليد الركراكي تعادل مع منتخب كوت ديفوار في عقرداري منذ عدة أيام. فأنا تابعت مباراة مصر والجزائر، فالجزائريين بعد انتهاء المباراة قالوا أنهم تعادلوا بالحكام، وهذا غير صحيح، فمنتخب مصر عصر منتخب الجزائر طوال 90 دقيقة. وقال وليد الركراكي: صنع توليفة جديدة في المنتخب المغربي واعتمد على الشبان الصغار، فمعظم أعمار المنتخب المغربي لا تتعدى 25 عام، والمغرب ستنظم كأس الأمم الإفريقية في 2025 وكأس العالم في 2030، وهذا إنجاز تاريخي لهذا البلد العريق. وفي النهاية لو أنت عاشق ومحب للمملكة المغربية اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.